كان نفسي في سردين وقعدت أقلِّب في الفريزر كده لقيت السردين ده، طلّعته قُلت بس هاعمل أحلى سردين، بس للأسف لقيته مهري خالص، أسكت أبدًا 5 عليّا من السوبر ماما، هتعمليه؟ أيوه هاعمله وهاطلّع أحلى سردين من إيديّا، وتعالوا أورّيكم الطريقة بجد تحفة، اوعي يكون عندِك سردين مهري وتكسّلي تعمليه أو ترميه، بس يكون طازة، أنا كنت جايباه طازة وحطيته في الفريزر واتهرى منّي خالص وأنا باطلّعه لقيته شوية كده يفك من التلج لقيته مهري خالص، عايزة أقول لكم طلع أحلى سردين عملته في حياتي، جوزي يعني كان بياكل كده ويقول لي: "تسلم إيدِك يا سوبر ماما بالهنا والشفا على قلبه." ومن حلاوته ولادي كلوا منه وده اللي أنا ما صدقتوش، أول مرة ولادي ياكلوا سردين وعجبهم أوي، طلّعته من الفريزر وسِبته يفك شوية زي ما أنتم شايفين مهري خالص، أغلبيته كده كان مهري، بس عايزة أقول لِك الهريان اللي فيه ده هيخلّيه دايب دوب معاكِ وزي العسل، شطفته شطفة كويسة وسِبته يتصفّى وبعدين رشيت عليه حبة ملح، وابتديت أقلّبه كلّه في بعض واسيبه بقى يتصفّى ساعة ساعتين لحد ما المَيّة بتاعته تنزل تمامًا. ما تخلّيش فيه مَيّة علشان ما يقعدش بقى يسرّب منِّك وكده، وتقدري لو أنتِ جايباه طازة أصلًا تنضّفيه وتعمليه من غير المصارين بتاعته ولا الراس بتاعته. هتقولي لي معقول؟ آه، أنا عاملة طريقة فسيخ بالطريقة دي وطلعت حلوة أوي، اوعوا تكونوا لسه ما شجعتونيش باشتراك ولايك وشير بإذن الله، ولو عندِك أي حاجة حاسة إن هي بقت مَيّة مهرية تقدري تطلّعيها، اوعي ترمي أي حاجة من نعمة ربنا لإن الحاجة دلوقتي بقت غالية ومولعة، عايزة أقول لِك السردين اللي أنتِ شايفاه ده هيطلع معاكِ أحلى سِبته يصفّي زي ما أنتم كنتم شايفين كده حبايبي، وابتديت بقى إيه أجهّزه، جِبت كيستين كده رشّة ملح، وابتديت أرُص بقى السردين، تقدري تحطّي واحدة شمال وواحدة يمين، بس أنا بالنسبة ليّا عشان كان مستوي وطالع من الفريزر اتهرى، هاحط لكم طريقة السردين والفسيخ اللي عملته قبل كده في التعليقات وفي صندوق الوصف. باحط بقى وخلاص زي ما تيجي، وأرُش رشّة ملح، قد إيه الملح على الكيلو السردين يا سوبر ماما؟ أنا دايمًا ما باعملش حاجتي بمقدار، بالبركة كده وعناية هي ميزان كُلّه زي ما أنتم شايفين كده، هتحطّي طبقة وترُشّي ملح، هتحطّي طبقة وترُشّي ملح. الملح بتاعِك تحسّي إن أنتِ بتملّحيه يعني هيبقى مضبوط معاكِ، وزي ما أنتم شايفين هنا خلّصت الكمية كلّها بسَفَهُ بكلّه زي ما أنتِ هتجيبيه كده بس هتشطفيه شطفة كويسة، وتقدري بقى تحطّي الشطة الهريسة دي ما عندكيش ما يلزمكيش حُطّي شطة عادية ناشفة، بس يُفضّل الشطة الهريسة لإنها بتدّي السردينة أو الفسيخة من جوّه طعم الفلفل كده بتخلّيها بجد تحفة، وهابتدي بقى أربط الأكياس بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده، وهاحطّه في كيستين كمان علشان ما يخرّش منّي يبهدل الدنيا، وحطيته كمان في علبة، ممكن تخلّليه في علبة من الأول، بس أنا عشان العلبة ما أزفّرهاش حطيتهم بقى في أكياس، والأكياس هارميها ولكن العلبة هتفضل معايا مش عايزة أزفّرها، حطيته هتقلبوها كل يوم من مرّة لمرّتين شمال يمين كده كل يوم، هيقعد معاكِ قد إيه 4 أيام ويطلع معاكِ زي العسل، لو بقى مش مهري زي اللي أنا عاملاه ده هيقعد معاكِ من 4 أيام برضُك ل6 أيام. شُفتوا بقى والنبي 5 عليّا، 5 والّا مش 5؟ و5 على كل الناس اللي بتتابعني وبتفرّحني بالكومنت الحلو وباللايك والاشتراك والشير يا أجدع ناس في الدنيا، ربنا يخلّيكم ليّا، أنا معاكم سوبر ماما اسكندرانية، أتمنى الكل يفرّحني، ربنا يفرّحكم زي ما هتفرّحوني، جبر الخواطر على الله. مسكته بقى نضّفته وشِلت الراس بتاعته والمصارين والسَفَه تحت المَيّة، شطفته شطفة بسيطة كده، صفّيته من مَيّته وحطيته بقى في الزيت ورشيت معلقتين شطة للي يحب، وأحلى حاجة الشطة الهريسة بقى في السردين أو المخلل، عامةً في أي حاجة الشطة الهريسة لازم تعمليها في البيت، وبجد طلع طعمه تحفة، عايزة أقول لكم الله أكبر كده الولاد دول اللي فضلوا من السردين كلّه، ويا دوبك لحقت أصوّر الفيديو بالعافية من ولادي ومن جوزي، أنا باحبه بالطحينة بقى بيبقى تحفة الصراحة، لقيتهم مطلّعين السردين كنت برّه وجيت لقيتهم مطلّعين السردين وقاعدين ياكلوا، إيه يا ماما الجمال والحلاوة دي، أول مرّة ناكل سردين حلو أوي، حلاوته في هريانه لإنه كان دبلان خالص وملحه مضبوط، سردينة ناعمة خالص ودايبة كده ومبطرخة تجنن، إحنا كل يوم ناكل طب افرض ملح معاكِ تقدري تحطّي السردين في حبّة مَيّة كده بعد ما يستوي هيتضبط معاكِ، أتمنى تشجعوني بالاشتراك واللايك.